السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين ويكون كله تمام. يونت 5 بارت 2 اللي انا متأكد ان في ناس مختلفة معايا في انها يونت سهلة عشان موضوع الحفظ. الناس اللي بتحبش الحفظ زهقانة منها شوية، معلش. وانا والله عند رأيي ان اللي تمامه حفظ زي ما قلت قبل كده، اللي تمامه حفظ او ديته ان انا هحفظ وخلاص، دي بتبقى حاجة سهلة. بس المرة دي بارت 2 اهم من بارت 1. حاجة خدتها في اولى ثانوي في يونت 6. الافعال اللي بعدها اي ان جي والافعال اللي بعدها تو المصدر. وعلى الاقل في اليونت دي او مش في اليونت بقى، سوري، في البارت ده احنا عندنا جزء منه هيتحفظ وجزء منه حاجات بتشرح وحاجات مهمه جدا جدا جدا. وفي حاجه عايز اقولها، البارت ده مسمع في يونتين جايين، مسمع في الريبورتد سبيتش، هحتاج حته منه كده، ومسمع في الباسيف لان انا برضو باخد الباسيف بتاع الافعال اللي بعدها اي ان جي وتو المصدر. فاحنا في جزء عندنا هنحفظه وفي جزء هيكون في فهم وفي شرح وفي كل حاجه. قول بسم الله وصلي على النبي. اليونت بيتكلم عن الافعال اللي بعدها اي ان جي والافعال اللي بعدها تو بلس انفينيتيف. اول حاجه عندنا هي جدول زي ما انت شايف كده. الافعال الاتيه ياتي بعدها فعل مضاف لي اي ان جي، وفي النفي نوت اي ان جي. فهتلاقي عندك مثلا admit أو admit to, avoid, dislike, enjoy, finish, practice, suggest, spend time, risk, include, miss, appreciate, consider, celebrate, resist, resume, put off, delay, postpone, necessitate, can't help, fancy, imagine, complete, deny, involve, understand, endure. انا عارف ان انا كده ما عملتش اي حاجه معاك خالص، انا كل اللي عملته ان انا قريت الافعال، بس الافعال دي جدول وبتحفظه. فانت هتحفظ الجدول ده. ايه قصه الجدول ده؟ ايه قصه الافعال دي؟ الافعال دي بيجي وراها فيرب واي ان جي بدون تفكير، بدون اي حاجه. انت هتشوف الافعال من دي هتحط بعدها فيرب واي ان جي. طيب الجدول الثاني، ركز معايا. هتلاقي عندك الجدول اللطيف ده مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه الافعال الاتيه بياتي بعدها تو المصدر، وفي النفي بنستخدم نوت تو المصدر. هعمل ايه؟ شاطر، هتحفظ. agree, arrange, decide, expect, hope, learn, offer, plan, promise, seek, want, deserve الى اخر الجدول. في بعض من اخواتنا المدرسين بيخترع قواعد في الدرس ده، يقول لك افعال القبول والرفض، افعال مش عارف التعليم والتعلم، افعال ايه. فانا شايف انا مش هخش في السكه دي لسبب بسيط. انت هتقعد تحفظ بالعربي، وبعد ما تحفظ بالعربي تبدا تحفظ انجلش. لا، انت امسك الجدول اللطيف كده، ابدا احفظه، واعرف ان الجدول ده اللي بيجي وراه هو تو والمصدر. وطبعا في حاله النفي بنحط نوت تو والمصدر. فانا اسف لو كان الموضوع رخم شويه بالنسبه لك، بس انت محتاج تحفظ. الطلبه الذكيه بتاعت ان انا هحفظ الجدول بتاع الاي ان جي واي فعل تاني هيجي بعده تو المصدر، مش هينفع. مش هينفع، او على الاقل لو هينفعك في اليونت دي مش هينفعك في اليونتين التانيين اللي انا محتاج فيهم الدرس ده، اللي هم الريبورتد سبيتش والباسيف. فبعد اذنك بلاش فهلوه، بلاش فهلوه يا ناصح يا ذكي، وتقول احفظ جدول واحد بس، احفظ جدول التو المصدر واي فعل تاني هيجي اي ان جي. انت مش غلط، ماشي، تفكيرك صح، بس بلاش الشغل الحلمنتيش ده. يعني خلي عندك ضمير كده وابذل مجهود يعني. فده اول بارت عندنا في يونت 5 بارت 2. معلش عارف ان ممكن يكون رخم شويه، جزئيه الحفظ مش كله بيحبها، بس انا برضو ما زلت عند رايي ان اللي تمامه حفظ حاجه سهله. نبدا بقى نخش في الموضوع اللي فيه شرح، الموضوع اللي بامر الله هتفهمه، واللي مهم باهميه الجدول ده ويكاد يكون اهميته اعلى شويه. يلا بينا، يلا بينا على الجزء المهم جدا جدا اللي فيه شرح. يلا بص يا باشا، اللي هتكلم فيه دلوقتي ان في افعال بيجي بعدها، بدل بقى الجداول ان افعال معينه بيجي بعدها تو المصدر بس او اي ان جي بس. اللي هتكلم فيه دلوقتي ان في افعال بيجي بعدها الاثنين، وفي افعال بيجي بعدها الاثنين بدون اختلاف او بدون فرق في المعنى، ودي بتكون سهله جدا جدا. وفي افعال، ودي الاهم، اللي بيجي بعدها الاثنين تو المصدر او اي ان جي ولكن باختلاف في المعنى. نبدا باللي ما فيش فرق في المعنى ما بينهم. بص، احنا عندنا love وعندنا like وعندنا hate وعندنا prefer وعندنا continue وعندنا start وعندنا begin. الافعال اللطيفه دي بكل بساطه بيجي بعدها الاثنين
to المصدر او ing بدون اختلاف في المعنى. اظن الكلام سهل جدا جدا، باكد عليك. verb و ing او to والمصدر بدون فرق في المعنى. للامانه العلميه في فرق في المعنى، بس الفرق ده مش مقرر عليك خالص، مش عندك، مش تحاسب عليه في الامتحان. فبالنسبه لك هو بدون فرق في المعنى. I like eating chicken. تعالى كده مثلا I like eating chicken بتساوي I like to eat chicken. تاني I like eating chicken بتساوي I like to eat chicken. I love waking up early. I love to wake up early. أنا بحب الصحيان بدري. فأنت أي فعل من الأفعال دي بيجي بعدها ing أو to المصدر بدون فرق في المعنى زي ما اتفقنا، مش هيحاسبنا على أي فرق ما بين الأفعال دي. هيجيب يا إما ing بس، دي سهولة الموضوع إنه هيجيب ing بس، يا إما to المصدر بس، مش هيحيرني في الاختيار ما بين الاثنين. يعني يا مستر مستحيل يجيب ing مع to المصدر في جملة واحدة، لو عملها هيديك في الآخر إن عايز A and B اللي هو الاثنين صح. ولكن امسك أول 4 أفعال اللي هم love like hate prefer، حط قبلهم would، يعني would like، would love، would hate، would prefer. كنسل لي بعد إذنك ing، أنا عايز to المصدر بس. يعني I like بحب أكل فراخ، يبقى I like eating chicken أو I like to eat chicken. طب I would like بقت to eat بس مش eating خالص. يبقى الأفعال دي بيجي بعدها ing أو to المصدر. ولكن لو حطيت قبل أول 4 أفعال ماليش دعوة continue و start to begin، continue و start to begin خاصين بالقاعدة دي بس اللي هي أول واحدة. ولكن لو حطيت قبل love like hate prefer أو like love hate prefer حطيت قبلهم would، يبقى أنت عايز مين؟ to المصدر بس. وأظن الكلام تافه، مفيش أسهل من كده. كمل معايا بقى في الحاجات المهمة جدا جدا اللي برضو ما زالت تافهة. ولكن بص، الدرس ده فيه حاجة بنت لذينة. تلاقي نفسك وانت قاعد بتشرح، وانت قاعد بتسمع، فاهم كل حاجه، والمدرس اللي بيشرح لك الموضوع سهل جدا جدا، ما بيبذلش فيه اي مجهود. ولكن وانت بتحل محتاج تركز في التفاصيل بتاعه الشغل، محتاج تترجم كويس جدا 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 عشان تعرف تظبط الدنيا. قول بسم الله تاني. اول فعل عندي هو الفعل ستوب. اول فعل من الايه؟ من الافعال اللي بعدها ing وتو المصدر باختلاف في المعنى. تعالى، ماله يا مستر الفعل ستوب ده؟ ستوب زي ما اتفقنا ممكن يجي بعده verb و ing، وممكن يجي بعده to المصدر، ولكن باختلاف المعنى. stop ing معناه يتوقف عن فعل شيء، يبطل يعمل حاجة. stop to المصدر معناه يتوقف لفعل شيء. واحدة واحدة. في فرق بين حد يتوقف عن شيء ويتوقف لشيء او لفعل شيء. ستوب لو جه بعدها ing، الاي ان جي ده بيكون الفعل اللي انت توقفت عنه. حد مثلا بيدخن، عايز اقول له لو سمحت توقف عن التدخين، بطل تدخن، فهقول له you should stop smoking. تاني كده you should stop smoking، توقف عن التدخين. 2 بيرغوا في القاعة ومصدعيني مش عارف اشتغل منهم، يا ابني انت وهو. you should stop talking او stop talking. تاني stop talking، توقف عن الكلام. عيل صغير بيجري هيعور نفسه، يا حبيبي stop running. تاني كده stop running، توقف عن الجري. صعب الكلام ده؟ ان شاء الله زي الفل ومش صعب خالص. طب stop to المصدر. stop to المصدر يتوقف لفعل شيء. دايما 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 هيديك حاجة انت كنت بتعملها وبتوقفها عشان حاجة تاني. بص كده، لما اقول لك مثلا I was going home، انا كنت مروح. I stopped to buy something. كنت مروح وقفت عشان اشتري حاجة، يبقى انا في حاجة كنت بعملها، ايه هي؟ اللي هي المروح. وقفت الحاجة دي لفعل شيء، وقفت المروح عشان اعمل حاجة. I was studying، انا كنت بذاكر. I stopped to open the door،
يعني كنت بذاكر توقفت عشان افتح الباب اللي مثلا خبط. وركز معاه في حاجه مهمه قوي 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 قوي، لانه ممكن يخطف لي القاعدتين في جمله واحده. ازاي يعني يا مستر؟ يعني في نفس الجمله يجيب لي بعد ستوب اي ان جي وتو المصدر. فركز في النوع ده من الجمل. بص كده هقول لك I stopped studying، كده اي ان جي بعد ستوب انا توقفت عن المذاكره. to answer the phone. حد واخد باله هو عمل ايه هنا؟ عملنا ايه؟ انت جايب بعد ستوب القاعدتين بتوعها، ادي الاي ان جي وادي تو المصدر. فانت هنا ترجم بالراحه. I stopped studying يعني اي ان جي، يبقى ده الشيء اللي انا توقفت عنه. انا توقفت عن المذاكره عشان ارد على التليفون، فانا كده خطفت القاعدتين اي ان جي وتو المصدر في نفس الجمله. لما يعمل كده في الامتحان ركز ايه الفعل اللي وقفناه وايه الفعل اللي وقفنا عشانه. ركز في ده قوي. I stopped studying يبقى انا وقفت المذاكره عشان ارد على التليفون، يبقى حاجه وقفتها وحاجه انا وقفت عشانها. اللي وقفتها هيكون اي ان جي، اللي وقفت عشانها هيكون تو بلس infinitive يبقى تو انسر. ودي اول فعل عندنا اللي هو الفعل ستوب. ستوب اي ان جي يتوقف عن شيء، ستوب تو المصدر يتوقف لفعل شيء. كمل معايا يلا بينا. ايه تاني يا عم النجار؟ عندنا فعل اسمه regret. عارفين كلنا ان معناه يندم. كلام جميل. regret لو جيب معناه اللي هو يندم، المعنى الاصلي المشهور بتاعه بيجي بعده verb و ing او not و verb و ing. مستر هو انت ليه ركزت في موضوع النفي المره دي؟ ليه حطيت ing او not ing؟ بص هو كلهم ينفع يجي بعدهم ing او not ing، بس انا ليه بركز او باكد على ده؟ بص يا باشا، هو انت لما بتندم على ايه؟ انت بتندم على حاجه انت عملتها طلعت وحشه وما كانش المفروض اعملها، او بتندم على حاجه ما عملتهاش واكتشفت بعدها انها كانت حلوه وكان المفروض اعملها. بمعنى انت ما ذاكرتش، استرها معاك يا رب، ان شاء الله ربنا يسترها معاك. دخلت الامتحان لبست، فتخرج من الامتحان تقول ايه؟ انا ندمان ان انا ما ذاكرتش. فانت كده مش ندمان على اللي عملته، انت ندمان على اللي ما عملتوش. هنا ما تقولش I regret studying، لان I regret studying معناها ندمان على المذاكره. انما انت ندمان على عدم المذاكره يبقى I regret not studying. I regret not studying، ندمان على عدم المذاكره، ندمان ان انا ما ذاكرتش. زور صاحبك في المستشفى تعبان، حاضر والله بس انا مشغول وعندي شغل وبتاع، صاحبك الله يرحمه، فيا ندمان ان انا ما زرتوش. ندمان على اللي ما عملتوش مش على اللي عملته. يبقى I regret not visiting my friend. تاني I regret not visiting my friend، ندمان ان انا ما زرتش صاحبي. طب شفت فيلم وطلع زي الزفت وضيعت وقتك فيه، I regret watching the movie، ندمان على الفرجة. I regret going with them on the trip، ندمان ان رحت معاهم الرحلة طلعت وحشة. فركز قوي وانت بتندم، انت بتندم على اللي عملته ولا بتندم على اللي ما عملتوش؟ وانت بتندم على اللي عملته regret ing، تندم على اللي ما عملتوش regret not ing. ولكن ركز معايا، regret لو جه بعده to المصدر مش بس استخدامه يختلف، ده معناه يختلف. regret to المصدر مش معناه يندم اصلا، ده معناه آسف في حد بيأسف لتبليغ خبر سيء. مش فاهم. بص regret to المصدر بيكون صيغة شيك جدا، مؤدبة جدا جدا، عشان تبلغ بيها، صيغة رسمية عشان تبلغ بيها حد حاجة مش هتعجبه. ما فيهاش ندم خالص، ما فيهاش ندم خالص خالص. لو انت مثلا قعدت في المطار كده، لو رحت المطار قبل كده وقعدت في الديبارتشر هول اللي هي صالة المغادرة، هتلاقي كل شوية بنفس الصوت ده تن 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 The British Airways regret to inform you that flight number blah 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 has been delayed. انزل بالترجمة عشان الغلابة. The British Airways كمثال الخطوط الجوية البريطانية regrets to inform you، regrets
to inform تأسف لتبليغكم. inform يعني tell يعني يبلغ يقول that flight number رحلة رقم تيت أيا كان has been delayed تم إلغائها تم تأخيرها. فهنا مش ندمانين، مش هقول لك خطوط الجواب البريطانية تندم على إنها، لا، تأسف لتبليغكم إن الرحلة الفلانية تم تأخيرها. أنت راجل صاحب شركة متقدم عندك حد عشان يشتغل عمل انترفيو وانت ما بتقبلوش، بتبعت له ريجكشن ايميل اللي هو ايميل الرفض. الشياكه والادب والاخلاق بيقولوا ان دير مستر فلان we regret to inform you that your application hasn't been accepted. الابلكيشن بتاعك ما تقبلش معنا، ده خبر وحش لازم تبلغه له باحترافيه وبرسميه وبادب وباحترام. ف we regret to inform you that يا شباب انا اسف ان بعلن اني مش هعمل رحله السنه دي. قال لي انا عملت رحلات في السنين اللي فاتت. مثلا example I regret to announce that فانا اسف اني بعلن ان انا مش هعمل رحلات. يبقى لازم تركز قوي، لازم تركز في الموضوع، هل ماشي في سكه يندم ولا في سكه يأسف؟ حاجه اتعملت طلعت وحشه او حاجه ما اتعملتش وطلعت حلوه كان المفروض اعملها يبقى ندم. regret ing بندم على اللي عملته، regret to المصدر بندم على اللي ما عملتوش. ولكن اسف هبلغك خبر حزين او خبر سيء او خبر مش هيعجبك، يبقى انا بتكلم في regret وبعدها to المصدر. لحد دلوقتي خدنا stop وخدنا regret. كمل معايا. الفعل مين ماله يا مستر؟ مين ده؟ مين ليه معنيين. لو جه بعده verb ing فعل بسيط قوي فهو معناه يعني. لو جه بعده to المصدر ما بقاش معناه يعني، بقى معناه يقصد بكل بساطة. بس كده. بص الجملة دي teaching means taking responsibility. التدريس يعني تحمل المسؤولية. taking تدريس يعني، تدريس معناه ان بتتحمل مسؤولية. طيب بص الجملة دي sorry I didn't mean to bother you. bother يعني يزعج يضايق. sorry I didn't mean to bother you. أنا آسف ما قصدتش أزعجك. لم أقصد، ما قصدتش أضايقك، أنا آسف حقك عليا. فأنت كده عندك مين لو جيب معنى يعني بدي definition لحاجة أو كده بقول مين ing. إنما لو جيب معنى يقصد يبقى مين بعده إيه؟ to المصدر. صعب الكلام ده؟ إن شاء الله مش صعب. يبقى لحد دلوقتي خدنا stop وخدنا regret وخدنا مين. كمل معايا. الفعل المهم جدا جدا ده try. try بيجي بعده حاجة من اتنين. لو جه بعده verb و ing معناه يجرب. لو جه بعده to والمصدر بقى معناه يحاول. يبقى try لو جه بعده ing معناه يجرب، لو جه بعده to والمصدر معناه يحاول. يا نجار حاجة سهلة جدا جدا. ايه بقى الفرق ما بين يجرب ويحاول؟ بص يا باشا، يجرب يعني يقوم بفعل ويرى نتيجة. تاني، يقوم بفعل يعمل فعل ويشوف نتيجة. يعني يعمل حاجة، وبنتكلم في فعل سهل، بنتكلم في فعل ما فيهوش مشكلة، ما فيهوش بذل مجهود، ما فيهوش صعوبة. فانت بتعمل حاجة وبتاخد نتيجة. حد بيقول له مستر ظهري وجعني اول يومين دول، جرب تاخد شاور قبل ما تنام، الموضوع هيظبط لك الدنيا. try taking a shower before sleeping. تاني، try taking a shower before sleep. انا مش بقول له حاول، مش هبذل مجهود واعتل واتعب واشقى. فانا كده try taking a shower، جرب تاخد شاور. طب يا مستر try to المصدر دي بتاعتي بتعمل ايه يعني؟ بص يا جدعان، try to المصدر هنا مش مطلوب منك تقوم بالفعل، لانه اصلا انا مش ضامن انك تعرف تعمله. هنا الفعل بيكون صعب، بيكون فعل تريكي كده، صعب رخم. انا كل اللي بطلبه منك بس انك تبذل مجهود، وانا اصلا مش ضامن انك تنفذ. يعني الفعل بيكون فيه صعوبة، في حاجة انت مش عارف تعملها، حاولت وما وصلتش، فاقول لك حاول تاني. خد مثال، تخيل معايا ان انت ماشي مع شلة كلها بتشرب سجاير،
بس انا عشان السلك ده، انت ماشي مع سله كلها بتشرب سجاير وانت الوحيد اللي ما بتشربش. الناس اللي بتمر بالموقف ده، وانا كنت فيه في يوم من الايام او لحد دلوقتي، صحابك بعد كده بيزهقوا منك لانك بتبقى قاعد بس يا ابني بقى الدخان ده انفخ بعيد مش عارف ايه. يبداوا حاجه من اتنين، ينفضوا لك في الخروجات مش عايزينك معانا، يا اما عايزينك تبقى معانا لو بيحبوك وبتاع، فتلاقي يوميا اللي هو عايزك بقى نخرج مع بعض بس ما تصدعنيش. ما تجرب، جرب تدخن. هو عايزك هنا ايه؟ عايزك تعمل ايه؟ عايزك تدخن وتشوف نتيجه، تدخن وتتبسط، تدخن وتنفذ، يلا بينا. يبقى تراي سموكينج. تاني كده تراي ايه؟ تراي سموكينج. تخيل معايا ان انت دخنت واتبسطت وبقيت راجل بتشرب سجاير ومدخن قد الدنيا زي الفل، ربنا معاك يا رب. سبت الشله المعفنه دي وعرفت ناس محترمه ما بتدخنش، فتلاقي الناس دي تقول لك ايه؟ ها جدع انت قلت دلوقتي حاول تبطل. مش هيقول لك جرب تبطل، لان جرب ازاي؟ انا ممكن ما اعرفش ابطل اصلا. فهو كل اللي بيطلبه منك هنا بذل مجهود مش اكتر، واصلا مش ضامن ممكن توصل لده ولا لا. فيقول لك try مش try stopping بقى، try to stop smoking. تاني try to stop smoking. حاولت اكلمك بس الشبكه كانت غير متاحه او رقم غير متاح. I tried to call you. كده انا حاولت اكلمك ما جربتش. خد بالك عشان بالعربي العامي بتاعنا تحس ان كلمه انا حاولت اكلمك وجربت اكلمك تحس الاثنين بيدوا نفس المعنى. لا، ركز في الفرق ما بينهم. التجربه يعني في قيام بفعل وبشوف نتيجه، سواء نتيجه حلوه او وحشه بس انا شفت نتيجه. انما المحاوله انا بعمل ايه؟ انا ببذل مجهود بس لان انا مش ضامن اشوف نتيجه اصلا، فانا بحاول، فشلت حاول تاني، فشلت حاول تاني، وهكذا. قشطه؟ ان شاء الله قشطه يكون زي الفل. عندنا بعد كده حاجه اسمها go on. go on كالعاده بعدها حاجه من اتنين، يا اما verb و ing يا اما to وال must. go on لو جه بعدها verb و ing معناه يستمر في فعل واحد، نفس الفعل اللي انت بتعمله كمل استمر فيه. لو دخلت عليك اوضتك وانت قاعد بتذاكر لقيتك بتذاكر فحسيت ان هزعجك، لسه هتتكلم معايا اقول لك لا go on studying. go on studying يعني كمل مذاكره. تاني go on studying، استمر في مذاكرتك. انا كده انت كنت بتذاكر وانا بقول لك استمر في مذاكرتك، يعني بكلمك على فعل واحد بس، الرغي والصداع اللي في الجمله على فعل واحد بس. دي فعل سهل جدا جدا ما فيهوش مشكله. فانت فعل واحد مستمر فيه go on ing. طب go on to المصدر دي معناها ينتقل من فعل لاخر. يكمل يومه ويكمل حياته بانه ينتقل من فعل لتاني. هقول لك مثلا after studying medicine، بعد دراسة الطب after studying medicine he went on. ايه ده مستر went؟ يعني ينفع احط هنا went بدل جو؟ ما انت الزمن ايه المشكلة؟ go on يعني استمر، عايز اقول استمر، انتقل في الماضي، يبقى he went on to work in a hospital. تاني after studying medicine، بعد ما درس الطب انتقل للشغل في مستشفى. he went on to work in a hospital. من الاخر عدة افعال، عندك كم فعل؟ فعلين. واحد درس طب واشتغل في مستشفى، دول حدثين مش حدث واحد، يبقى هو كده انتقل من حدث لحدث، يبقى جو اون بعدها تو المصدر. ان شاء الله مسيطرة، انا عارف انك جدع وفاهم القصة كلها، بس واحنا بنحل محتاجين تركيز جامد واحنا بنحل. اخر فعلين بعد كده نخش في كلام مهم. الفعل remember. remember يعني ايه؟ جدع. remember يعني تذكر. remember بيجي بعده verb و ing وبيجي بعده to والمصدر. remember لو جه بعده verb و ing معناه يتذكر. لا انا عايز اكتب يفتكر، خليها كده ايه بالبلدي عشان انا الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. يفتكر، انا عارف ان هي بس اسمع كلام. يفتكر انه عمل، يعني في فعل حصل وهو فاكره. remember to المصدر معناه يفتكر انه يعمل
يعني لحظة الكلام الفعل لسه ما حصلش، هو بيفتكره عشان. يا سلام على خطي في العربي يا جماعة، ده حرف ح بس القلم على فكرة مش خطي، القلم هو اللي سوحني، فانت فاهم ان انا خطي تنين. لو قلت غير كده هزعلك حرفيا. كمل معايا. remember ing يفتكر انه عمل. بحكي لك على حاجة حصلت وانا فاكرها. I remember going to the zoo. تاني. I remember going to the zoo. أتذكر ذهابي لجنينة الحيوانات. فاكر لما رحت جنينة الحيوانات عملنا وسوينا وبتاع، فأنا فاكر حاجة حصلت. I remember visiting my grandfather when I was young. I remember visiting my grandfather when I was young. أنا فاكر لما كنا بنزور جدي. أتذكر زيارة جدي. يعني زيارة جدي حاجة حصلت ولا لا؟ حصلت. I remember meeting him last year. أنا فاكر لما قابلته السنة اللي فاتت. يبقى أنا قابلته وفاكر إني قابلته. فأنا فاكر حاجة حصلت. كلام سهل جدا جدا. طب remember to المصدر يفتكر إنه يعمل. يعني الفعل اللي بنتكلم فيه ده لسه ما حصلش. وقت الكلام ما حصلش بنفتكر عشان نعمله بعدها. لما أقول لك remember to do homework. remember to do homework. افتكر تعمل واجبك، يبقى انت كده ما عملتوش، لسه ما عملتوش. لما تفتكر هتعمله. I didn't remember to call my uncle. ما افتكرتش اتصل بعمي، يبقى انا ما اتصلتش بعمي. لسه لما افتكر هتصل بيه، لسه الفعل ما حصلش. مهم جدا جدا، ده مهم جدا. تعالى على forget. بص هو forget كقاعدة نفس ايه العك اللي انا عكيته ده، كقاعده هو نفس قاعده ريمبر ولكن مع اختلاف المعنى بتاع الفعلين. انا ريمبر معناه يفتكر، فورجيت معناه ينسى. فورجيت لو جه بعده فيرب واي ان جي معناه ينسى انه عمل. فورجيت لو جه بعده تو المصدر معناه ينسى يعمل. ايه يا مستر اللي شبه يعني ريمبر في الموضوع؟ ان برضه ينسى انه عمل دي يعني في فعل حصل وهو نسي. ينسى انه يعمل يعني هو ما عملش، فعل ما حصلش هو نسي يعمل. بص يا باشا ركز معايا. forget to المصدر دي سهله جدا جدا بتكون واضحه. الحراميه دخلوا الشقه ليه؟ اصل I forgot to close the door. تاني I forgot to close the door. انا نسيت اقفل الباب، يعني انا ما قفلتش الباب. فين واجبك؟ مستر I forgot to do it. انا نسيت اعمل الواجب بتاعي، يعني انا ما عملتوش. forget to المصدر معناها نسيت تعمل فانت ما عملتش. القصه بقى في بنت لذين دي بكون محتاجه سيكه تركيز اعلى عشان تكتشف ان انت قدام forget ing. ايه الفرق ما بين I forgot to close the door و I forgot closing the door؟ I forgot to close the door واضحه وصريحه زي ما قلنا من شويه، نسيت اقفل الباب فانا ما قفلتش الباب. طب I forgot closing the door، انا نسيت اني قفلت الباب. ايه يا مستر الجمله؟ يعني ايه نسيت اني قفلت الباب؟ نسيت اني قفلت الباب يعني نزلت من بيتنا الصبح كالعاده، قفلت الباب ورايا وانا على باب العماره تحت قلت ايه ده؟ هو انا قفلت الباب ولا لا؟ بتحصل معاك على فكره، انا عارف انها بتحصل. هو انا قفلت الباب ولا لا؟ فاطلع بص انا الاقي نفسي قفلت الباب، فانا قفلت الباب ونسيت اني قفلته. نجار انت لخبطتني، الموضوع مش مش مظبوط مش مظبوط. خد مثال تاني. شيماء، ايوه انت شيماء، خدت مني فلوس سلف. نجار لو سمحت انا مزنوقه في 5-6000 جنيه. احلى مسا عليك يا شيماء. خدي ال 5-6000 جنيه. شيماء ما عندهاش ضمير. عارف انت بقى شغل الضرب على العين؟ خلاص خدت منه 5000 جنيه بلوكات وبتاع، ما عرفتش اي حاجه عن شيماء. ضربت على الفلوس. بعد ما شيماء خلاص ثانويه عامه ودخلت الكليه واشتغلت بقى معاها فلوس، افتكرت ربنا كده وعرفت ان هي لو ماتت والدين ده عليها هتولع في النار. فقالت اما اروح اسلم انا محمد النجار افرحه بيا كده واحكي له على اللي وصلت له وادي له ال 5000 جنيه بتوعه. ازيك يا مستر محمد؟ ازيك يا شيماء؟ عامله ايه؟ يخرب بيت ايامك، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله يا مستر، دخلت كليه بلا 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 ايا كان، والحمد لله شغاله في المكان الفلاني وتمام وكله زي الفل. مستر محمد اتفضل. ايه دول يا شيماء؟ مستر دول 5000 جنيه خدتهم منك من 20 سنه وما ردتهمش لحد دلوقتي. يا نهار ابيض يا شيماء انت بتهزري يا بنتي، ده انا نسيت اديهم لك.
اكيد مش ده اللي هيتقال. انا نسيت ان انا اديتهم لك، فانا عملت حاجه في فعل حصل ونسيته، فاقول I forgot giving you this money. I forgot giving you this money، مش I forgot to give you. لان I forgot to give you يعني نسيت اديكي فانا ما اديكيش، انما I forgot giving you نسيت ان انا اديتك الفلوس دي. وربنا كلام سهل، وربنا سهل جدا جدا، ان شاء الله سهل. يا رب يجعله سهل عليكم. كمل معايا. خلصنا الافعال اللي بعدها تو المصدر او اي ان جي بدون اختلاف في المعنى، وخلصنا الافعال اللي بعدها تو المصدر او اي ان جي باختلاف في المعنى. ركز معايا قوي في الافعال اللي جايه دي، قربنا نخلص ما تزهقش. عندي فعل زي الفعل ادفايز اللي معناه ينصح، فعل زي الفعل encourage اللي معناه يشجع، فعل زي الفعل permit اللي معناه يصرح او يسمح، فعل زي الفعل allow اللي معناه يسمح، فعل زي الفعل recommend اللي معناه يرشح، فعل زي الفعل forbid اللي معناه يمنع ويحرم. الافعال دي مالها يا مستر؟ الافعال دي حبيب قلبي ليها قاعده بسيطه جدا، هي ما بين السطور فبتتنسي، ولكن مهمه جدا وسهله جدا. الافعال دي بدون مفعول بعدها بيجي بعدها verb و ing. الافعال دي بمفعول بعدها بيجي بعدها تو المصدر. ملحوظة مهمة جدا 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 جدا، كلمة مفعول هنا تساوي شخص يقع عليه الفعل. المفعول هنا عن الشخص اللي بننصحه او بنشجعه او بنسمح له او بنرشح له او بنمنعه. بابا بيشجع على ممارسة الرياضة. بابا بيشجع على ممارسة الرياضة. بابا بيشجع مين؟ في الجملة اللي انا قلتها دي، بابا بيشجع على ممارسة الرياضة، بابا بيشجع مين؟ هتقول لي يا مستر بيشجعني. انا ما قلتش انه بيشجعك. هتقول لي يا مستر بيشجع على ممارسة الرياضة. هقول لك حبيب قلبي انا ما قلتش بيشجع ايه، انا قلت بيشجع مين. ركز معايا قوي. بابا بيشجع ممارسة الرياضة، بابا بيشجع على الشيء. هل ممارسة الرياضة شخص؟ لا، يبقى انا ما عنديش مفعول. يبقى my father encourages doing sport. تاني، my father encourages doing sport. ابويا بيشجع ممارسة الرياضة، بيشجع على الشيء. متأكد انك في سنة لخبطة بسيطة هتفك اللخبطة دي اول ما اقول الجملة دي. المثال التاني، بابا بيشجعني ان امارس رياضة. وضحت؟ بابا بيشجعني. لما اسالك بيشجع مين هتقول لي يا مستر بيشجعني، يعني اذا عندي هنا ايه؟ مفعول اللي هو انا. يبقى my father encourages me to do sport. يبقى الجملتين تاني، my father encourages doing sport. ابويا بيشجع على ممارسة الرياضة. بيشجع مين؟ ما قلناش بيشجع مين، بيشجع الشيء. My father encourages me, encourages my brother, encourages my mother, encourages us. كل ده مفعول. To do sport. ان شاء الله سهل، ان شاء الله ان شاء الله. طب تعالى جمله كمان. My mother، امي بتسمح بالسهر. امي بتسمح بالسهر، ست كده رايقه وبتسمح بالسهر. بتسمح لمين؟ اكيد بتسمح لنا، بس الجمله ما قالتش. فهي بتسمح بشيء، مفيش مفعول هنا. المفعول اللي انا قصدي بيه ان هو شخص. My mother allows staying up late. My mother allows staying up late. طب امي بتسمح لنا بالسهر. السؤال المهم، بتسمح لمين بالسهر؟ بتسمح لنا، يعني في هنا ايه؟ مفعول. يبقى my mother allows us to stay up late. My mother allows us to stay up late. وربنا كلام تافه والله. ركز عشان دي ما بين السطور بتتنسي في الامتحان، بتتنسي. يبقى الافعال الجميله دي بدون مفعول بعدها اي ان جي، مفعول بعدها تو المصدر. خش معايا في حته خطيره بقى انا شخصيا بحبها. to زائد verb ing. ايه اللي انت كاتبه على السبوره ده؟ احنا كلنا عارفين من زمن الزمن ان اسمها to المصدر. انت بتقول ايه؟ ايه تو اي ان جي دي؟ ده انا عمال اصيح ورا المستر بقالي 7 سنين تو المصدر يا مستر. ايه ده؟ ايه تو اي ان جي دي؟ ركز معايا قوي.
في كل الكتب الخارجيه، في كل الملازم، معظم اخواتنا المدرسين بيقولوا ان احفظ ان دي حالات شاذه، او ان تو هي دايما تو المصدر، وتو اي ان جي دي انت بس احفظها. حاجات او حالات قليله في الانجليش فانت احفظها زي ما هي. كل احترامي كل احترامي كل احترامي، ولكن هي مش حالات قليله، هي اقل طبعا من تو المصدر، ولكن ليها قاعده. ازاي يا مستر؟ ليها قاعده، ليها قاعده نجار، وربنا ليها قاعده، بس عايزك تفهمها. هحاول ابسطها عليك، مش هحاول اصدعك كتير. هديك الكونكلوجن، مش هشرح القاعده كلها عشان ما تصدعش مني، عشان الفيديو ده ما يطولش. بص يا باشا، تو طول ما هي بتساوي ان او لكي، دي تو اللي بعدها مصدر اللي انت عارفها. بتبقى ان المصدريه، مش هخش لا خلاص، بحاول اقاوم والله، بحاول اقاوم اني ما اشرحش جزئيه المصدر الصريح والمؤول بتاعت العربي والكلام ده كله، فخد مني كونكلوجن نهائي معلش عشان ما اطولش عليك. تو اللي بعدها مصدر دي لازم تترجم ان او لكي. ما تيجي نتشيك الكلام ده، شوف النجار بيهبط ولا ايه الكلام ده. I want to eat، اريد ان اكل، فتقوم الترجمه ان، عشان كده بعدها جه مصدر. I need to sleep، احتاج لان انام، فتو جه بعدها ان، معناها ان، فجه بعدها مصدر. I plan to travel، اخطط لان اسافر. I learned to swim، تعلمت ان اسبح. I study to get the full mark، انا اذاكر لكي احصل على الدرجه النهائيه. انت هنا تو دايما 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 معاك اللي بيجي بعدها مصدر اللي متعودين عليها من زمن الزمن، معناها في الترجمه يا اما ان يا اما لكي. طيب عايز تقول ايه بقى؟ هقول لك حاجه بطريقتين. اول طريقه، اي ترجمه لتو غير ان او لكي، اي ترجمه لتو غير ان او لكي، تو مش بعدها مصدر، بعدها اي ان جي. او بمعنى اصح، تو لما تترجم حرف جر، خدها قاعده مني، اي حرف جر في الانجليش، اي حرف جر في الانجليش بعده حاجه من اتنين، يا اما فيرب واي ان جي يا اما ناون. فتو لو اترجمت، ده حرف يو بس هو باظ مني، فتو لو اترجمت اي حاجه غير ان او لكي، او بمعنى اصح اترجمت حرف جر بيجي بعدها فيرب واي ان جي. انت عندك فعل اسمه اوبجكت، اوبجكت معناه يعترض وبيجي بعده تو. ما تيجي نترجم كده حرف الجر اللي بيجي، او ايه اللي بيجي بعد يعترض؟ يعترض على، يعترض على. فتو هنا مترجمه حرف جر preposition، ولا هي مترجمه ان ولا هي مترجمه لكي، يبقى object to بيجي بعدها ing. contribute، contribute معناها يسهم. طب contribute to معناها يسهم، المنطقي بتاع يسهم، يسهم فيه. ايه ده؟ ده تو مترجمه فيه، يعني مترجمه حرف جر فيجي بعدها verb ing. adapt، adapt يا مستر معناها يتأقلم. adapt to يتأقلم على، ده تو مترجمه على مش مترجمه ولا انا اللي كيف. adapt to بيجي بعدها ing. look forward to، look forward to يتطلع الى، فعندك ing لانها مترجمه الى مش مترجمه ولا ان ولا اللي جاي. دي امثله بسيطه على القاعده. طبعا اللي عايز يمشيها حفظ، عندك جدول في الملازم وفي الكتب وفي كل حته احفظها، بس لو فهمت دي الموضوع هيفرق معاك جدا جدا. باكد مش دول بس، دول مجرد امثله. يبقى تو لو ترجمت انا ولا لكي بعدها مصدر، تو لو ترجمت اي ان، تو لو ترجمت سوري حرف جر او اي حاجه غير انا او لكي بيجي بعدها اي ان جي. انا خلصت اليونت. انا عارف ان هي كانت مرهقه لبعض الناس اللي بتحب الفهم. احفظ، ابذل مجهود، الموضوع هيفرق معاك جدا جدا. انا شايفها يونت ممتعه وما فيهاش اي مشكله. في بدايه كل حاجه عظيمه هتحققها، يا رب ما تكونش زهقت، بس يا رب ما تكونوا زهقتوا. في بدايه كل حاجه عظيمه هتحققها ايام زي دي، محتاجه حفظ ومحتاجه فهم ومحتاجه تعب ومحتاجه شقه وتحمل للشخص السخيف اللي عمال يحفظ، يشرح ويحفظنا تفاصيل والكلام ده كله. ربنا يكرمكم ويبارك لي فيكم. السلام عليكم.